استاذ مصطفى بيقول لي انا عايزك تفهمي الناس سر غلو الطماطم. لا، هو احنا يا استاذ مصطفى من ساعه ما بعدنا عن تعليم امهاتنا واحنا بقينا بنصيح على كل حاجه. يعني احنا نسينا ان كل نوع خضار وفاكهه له موسم وله عروه، ونسينا ان درجات الحراره ممكن تاثر على حجم المحصول، ونسينا ان في العروه الخضار بيغلى وطول عمرها مجنونه يا قوطه. طول عمرها. ليه؟ عشان النهارده بسعر بكره بسعر، ولما تبقى وحشه تغلى، واما تبقى حلوه ترخص. يعني احنا نسينا امهاتنا علمونا على ايه، وان الطماطم لما كانت ترخص كانت تجيب بال20 كيلو تقعد تعملهم صلصه وتفرزهم في الفريزر. احنا نسينا الكلام ده، احنا نسينا والله. بعدنا عن جذورنا واصلنا، وبقينا مستحلين ان احنا نصيح على السوشيال ميديا. معروف ان في وقت الليمون بيغلى جدا ويبقى مش موجود ويبقى وحش، ووقت يرطرط جدا ويبقى رخيص، بنعصره ساعتها وبنشيله او بنخزنه صحيح في الفريزر. يعني انا لا يمكن انسى منظر الليمون وهو متكون في الفريزر ونطلع ليمونيه نحطها في ميه سخنه ونعصرها. احنا نسينا للاسف. وعايزه اقول لك ان احنا بقى نسينا لدرجه الرفاهيه والدلع. المرق، عارف العيال الممروعه؟ احنا بنعمل زي العيال الممروعه. حواليك بلاد بتتفجر ليترلي. يعني انت واقف كده تلاقي جهاز في جيبك انفجر، واحد رجله طارت، ايده طارت، وشه طار، واحنا صباح الفل بنتكلم في الطماطم.